السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين من داخل مصر وخارجها؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب. صلى على النبي يا حبايبي في التعليقات. النهارده عايزه اقول لكم في فيديو استفزنا عن ياسمين اخت صدفة، وقلت لازم اطلع واتكلم واقول لكم بردك كلمتين للصدفة في اخر الفيديو اللي قالته ايه على ام جنى. دلوقتي يا حبايبي ياسمين قالت انا وضني قالت انا هعمل عمرة. قلنا الحمد لله، ربنا يهدي الجميع وربنا يوعد بكل واحد عمره باذن الله. دلوقتي اما راحت لقيتها راحت ايه تعمل عمره. المفروض مثلا تروح الطياره مثلا قبلها ب3 ساعات، لا ده دلوقتي قاعده تصور لنا في الشنطه. اهم حاجه عندها التصوير، قاعده تصور لنا في الشنطه. لا ما اعرفش تصور لنا وهي مع حماتها. ما الفيديو ده كنت تصوريه قبلها قبل ما تروح العمره، او هو في الفيديو ده وانت رايحه تصالح حمات، وراحت تصالح حماتها وراحت تورينا الشنطه وما اعرفش ايه، وراحت المطار لازم ايه اتاخرت على الطياره، قعدت تعيط، عملت فيديو ما شاء الله عليه. دلوقتي يعني لازم تروحي قبلها ب3 ساعات. دلوقتي طلع اللي هي في الفيديو اللي هو بتاع النهارده ده، اللي هي طالعه تبع، انت بتقولي طالعه تبع شركه غاليه جدا وانا خسرت 100,000 جنيه. طب انت اما بتخسري 100,000 جنيه جاية في عمرة ربنا وتقولي انا بخسر، ودلوقتي اما بتشتري الشقق ولا بتشتري الذهب ولا بتشتري اي حاجة ما بتخسريش؟ ما بتخسريش. جاية في اللي هي العمرة بتاع ربنا وجاية بتقولي انا خسرت ايه؟ خسرت كل شيء وله اوان. حتى انت بتقولي الحمد لله كل شيء وله اوان. رحت سافرت، لا انا يا حبايبي ماسكه بردك التصوير، الطياره والمطار وايه ده. ما تقعدي تسبحي ربنا، انت رايحه عمره سبحي ربنا شويه، استغفري ربنا، راحه كده يعني راحه لله. مش كل حاجه تصوير. حتى الاكل في الطياره، حتى في الطياره، حتى قاعده تشتكي وتقول ده انا تعبت. في حد بيشتكي وهو راح عمره؟ انا ما اعرفش فيه راحه. ما العمره طبعا تعب، امال لو رحت حجه هتعملي ايه؟ ابنك ما خلاص ابنك هيتعبك كنت سيبيه مع اخواتك، مع اخت من اخواتك ادام هيتعبك وروحي لوحدك. لكن انت خلاص خدت ابنك. الاطفال اصلا كده كده متعبين، لو حتى رحنا نعمل شوبينج او نعمل حته انت عارفه الاطفال متعبين. استحملي بقى. ومعرفش العمرة اللي رايحاها من غير شركة، يعني لازم تكونوا راح شركة تبع عمرة. العمرة هي الشركة هي اللي بتوجهك، هي اللي بتقولك بتعملي ايه. ولا قروا كتاب حتى. طب انت ولا النت اللي انت ماسكاه ده واليوتيوب اللي انت ماسكاه ده، خدي مناسك الحج قريها، خدوا فكرة عنها. مش على طول فيديوهات وتصوير وهمك التصوير. لا، كنت بقى اقعدي على اليوتيوب وخدي مناسك الحج بتتعمل ازاي وخدي فكرة. ولا روحي تبع الشركة ادام انت قلت شركة غالية او كده، روحي تبع الشركة اللي بتوجهك. انا رحت عمرة تانية يا حبايبي، رحت عمرة انا وورانا الله يرحمه. ما كنتش اعرف اي حاجة بصراحة. المشرف بتاع الشركة والله العظيم هو اللي بقى يقول لنا روحوا واعملوا وهاتوا واعملوا، وودانا رحلات ورحنا احد، جبل احد، ورحنا كل حته، ورحنا كل حته وعرفنا كل حاجه. انتوا رايحين منكم لكم كده ما تعرفوش اي حاجه. وما اعرفش الترانزيت ايه اللي خدتيه 5 ساعات من مصر للسعوديه. على رايك السعوديه ساعتين. انا ما اعرفش الترانزيت، فحد يفهمني في التعليقات. الترانزيت اللي هو 5 ساعات من مصر للسعودية، يعني من مصر للسعودية ساعتين. طب ترانزيت ايه اللي 5 ساعات؟ حد يقول لي فهمني دي، عايزة اعرف دي، حد يفهمني في التعليقات دي ايه. وراحة بقى، راحة دخلت اهم حاجة اللي انت رحت على مكة المكرمة، رحت مكة. المفروض لازم تروحي بقى على مكة، لازم تكوني تعملي العمرة من ميقات التنعيم. من ميقات التنعيم تروح على مكة على طول، تاخد الإحرام من الأتوبيس أو الطيارة. انت ما عملتيش حاجة خالص من دي، انت رايحة خلاص على الفندق. يا حلاوة الفندق جميل، أنا عايزة أقعد هنا على طول. أنا عايزة، انت رايحة شرم. انت الناس بيقولوا رايحة الساحل الشمالي،
راح الساحل مش شرم. انت راح ايه؟ انا مش حاساكي رايحه عمره خالص. انت رايحه تقعدي في فندق في شرم الشيخ في 5 نجوم بس. يا حلاوه انا مش عايزه اروح. انا عايزه اقعد في دي وتورينا الحمامات وتذكر اسم ربنا في الحمامات، وجوزك لابس الحظاظه الذهب. الحظاظه الذهب؟ في حد يلبس حظاظه ذهب في العمره؟ انا ما اعرفش يا رب دي عمره ولا رايحه شرم ولا دي ايه. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. اول مره اشوف واحده عامله كده. همها هي العمره عباره عن هتجيب لها مشاهدات وتصوير بس. انتوا رحت 100,000 هتجيبوهم ما شاء الله 600,000. 600,000 600,000. عشان كده اهم حاجه عندك التصوير، مش اهم حاجه اللي انتوا تذكروا ربنا. تستغل يعني تكونوا مع ربنا. روحانيات، بتنسي كل حاجه. والله ابو رنا قال لي انت بتحب النوم اياميها وهتروحي تنامي. سبحان الله، والله العظيم ما بقتش انام. ابو رنا كان ما شاء الله متدين جدا وما يعني كان يعني ما اقولكوش. وانا كنت يعني نص ونص، مش هقول لكم 100 100. اما رحت هناك بقيت احسن منه، لاني جالي روحانيات كده مع ربنا. مش عايزه حاجه كده، اللي انا مع ربنا اعبد ربنا اذكر ربنا والرسول. لكن انت رايحه تصوير تصوير. والله لو انا رحت عمره وكتبها لي تاني انا مش هصور ولا اقول لحد انا رايحه عمره. مش هقول. انا هخلينا مع ربنا كده. يعني انا عايزه اعيط، عايزه اعيط. اللي نفسي ربنا يوعدنا بعمره تانيه. مش انت كل حاجه تصوير تصوير تصوير. ايه ده؟ انا مش عارفه دي شرم ولا دي بصراحه. يعني سبحان الله. انا عايزه اقول لهم دي مش عمره. دي يا جماعه حرام عليكم اللي انتوا تاخدوها كتجاره للمشاهدات. وعايزه وتصور كل حاجه، الفندق، الاكل، الورد اللي جالها لابنها، الشوكولاته، زي ما اعرفش نشوه اللي كل يوم والتاني عمره اخرى. تروح برضك تصور الهدايا اللي جايه لها من اخواتنا في السعوديين وتستفز الناس. انا جالها هدايا كذا وهدايا واكل. ليه؟ ليه تستفز الناس؟ ليه؟ ليه؟ انت رايحه عمره انت كمان. مش كل حاجه بتصوريها. حتى صوروا لنا، اللي عايز يصور حاجه صور لنا حتى من الحج والناس بتدعي كده واحنا ندعي معاه. لو انتوا فعلا عايزين تصوروا صوروا عند الكعبة كده واحنا ندعي. المتابعين بتاعها في التعليقات قاعدين يقولوا لا ادعي لي ادعي لي ادعي لي. يا ده ربنا هيستجاب له؟ لا، انتوا بتخلوكم مع ربنا وانتوا في مكانكم ادعوا ربنا. ربنا هيستجاب لدعاكم. من غير واحدة زي دي راح تتفسح. دي راح تتفسح مش راح لربنا ابدا. كل كلامها حوارات حوارات حوارات، وتصعب الناس تقعد تعاد في حواراتها. لا، ما ايه ده؟ الناس بيقولها كل فيديوهاتك عياط 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 عياط. ما فيش حاجة يعني بتدي سلبي. مش حاجة إيجابية للمشاهدات أو المتابعين. مش للمتابعين. ايه ده؟ يعني ده اتجهوا لربنا يا حبايبي. متابعينا ان شاء الله ربنا هيستجاب لدعاكم من غير ياسمين دي ولا ضن ده ابو حظاظه دهب ده اللي لابس حظاظه دهب دي. خلاص لازم تكون مع مشرفين كان يوجهوكم ازاي تعملوا. لازم كان هتروحوا ازاي؟ كان لازم من الميقات اللي هي التنعيم وتروحوا تعملوا خلاص رحتوا مكة تروحوا بقى كنتوا خدوا الإحرام من الأتوبيس وروحوا خلاص لمكة وطوفوا 7 مرات وتروحوا بقى تصلوا ركعتين عند مقام إبراهيم وهيقولوا لكم تعملوا إيه. أنا يمكن العمرك منها من 4 5 سنين الواحد ما يتذكرش شوية، بس كان ربنا واحد مشرف بيدلنا والحمد لله. كمان كان الواحد كله ربنا، والله ربنا استجاب لكل دعاء. كل دعاء. يعني كنت رايحه عشان ربنا في حاجات نفسي كده ادعى ربنا استجاب لكل حاجه. عشان رايحه نيتي خالصه ربنا.
لكن انت رايحه فسحه كشرم ولا الساحل. كل اليوتيوبر يا حبايبي دلوقتي بيعملوا العمره كفسحه، كفسحه ومشاهدات منهم لله. وربنا كل واحد قادر على قد ربنا، اللي بيعلم بالنيه وربنا اللي بيستجاب، وربنا كل واحد ربنا يديله على قد نيته. اذا كانت دي ربنا يديها على قد نيتها. نشوى اللي هي كل شويه تعمل عمره بيقولوا راح غسيل هدوم ولا ايه ما اعرفش كل ساعه، ولا عشان الهدايا ولا عشان الناس اللي هناك اخواتنا يدوها فلوس، ما اعرفش الله اعلم الناس بتقول ايه. ربنا يدي لكل واحد على قد نيته، احنا بنقول كده. تعال نشوف اختها بقى. صدفه الاخوات ما عادش زي الاخوات، هما ده مل ما عادش زي الاول، ما عادش ايد واحده. كل واحد دلوقتي فتح قناه. دلوقتي لو لقيت واحده دي مشاهداتها ياسمين بقت اعلى منها، صدفه بقت بحس اللي هي بقى فيها غل، اللي هي طبعا دي بحواراتها بكذبها بكله. صدفه بقت بتتضايق وتتضايق. جم عملوا بس بيقولوا لها اختك الطياره اتاخرت ليه؟ قالت لهم وانا اعرف هي اما بتتاخر، انا مالي، انا مش عارفه ايه. جايه ناس واحده بقى كسفتها في البث بتقول لها ايه انتوا مشاهداتك قالت ده مشاهدات ام جنى بقت اكتر مني. راحت مسكت ام جنى بقى تقول لها ده ام جنى محتواها ايه؟ ده محتواها يعر، محتواها يعر، ده كفايه ولادها في المدرسه يعروها به، ولا جوزها الطرطور اللي ماشي جنبها. هو ده انا لو منها اقفل القناه بتاعها واقعد في البيت. بس في ناس بيحبوه. هي محتواه يعر، والايام دي الله اعلم كدابه ولا مش كدابه في حكايه ابنها ده، ولا حكايه مازن ابنها ده، ولا حكايه الحضانه، ولا حكايه ده. بس في متابعين بيحبوها وفعلا بقت ترند. ده وصلت المليون بالحكايه دي، خلاص بيحبوها على كده. لكن انت بتشتمي فيها ليه؟ واحده بتشتمي فيها ليه؟ وتنقده نقد محترم. ربنا خلاص كل واحد ورزقه، قولوا لها كده كل واحد ورزقه. ويانا انت ياما عملت مشاهدات خلاص. لكن تشتمي في الست دي عشان بقى البت الست دي تسمع الموضوع ده. بسمعك ام جانا عشان ترد، عشان هي تعمل مشاهدات وانت تعملوا مشاهدات. ومرانا بتسمعكم عشان دي بقى تعمل مشاهدات والتانية ترد تعمل مشاهدات، ويقعدوا يشتكلوا مع بعض، ودي تشرشح ودي تشرشح. ما انت كنت بتشرشحي يا صدفة، ومحتواك ايه؟ محتواك فاكرة ايام حسن ما كنت بتقعدي تشرشحي له؟ ما كنت بتصوروه وهو بيقعد يشرشح؟ ولا كان جاي يتهجم عليك يضربك؟ سايباه وقاعدة تسجلي وقلت الكلام ده. قلت يعني هو بيضربك ولا بيكسر ولا بيعمل وانت قاعده تسجلي له عشان تبيني للناس؟ ما انت ياما شرشحت وياما شرشحت لطليقك اللي هو اللي هو جوزك اللي اتجوزتيه طليقته، وشرشحت لاخواتك، وشرشحت لامونه الحاجه امونه، وشرشحت الكل، وكنت مش عايزه اخطب الصالح وتشرشحي الامونه. يعني كل اليوتيوب شرشحه في شرشحه، كلكم ايه شراشيح. هتيجي بقى تتكلمي وتقول ام جنى ليه تعملي الوليه كده؟ ليه ما كنت تنقضوها بادب واحترام؟ دي اللي انا عايزه اقوله يا حبايبي، ومش هطول عليكم. وعايزين نعرف ربنا يدي لكل واحد على قد نيته في العمره يا رب. لو هي نيتها خير ربنا هيتقبل، لو نيتك فسحة ومشاهدات ربنا ما بيبارك، والله ربنا ما يبارك. ويا رب كل اللي دعا لها في التعليقات وقول لها ادعي لي ربنا يستجاب لدعوته ان شاء الله يا رب باذن الله. وما تنسوش بقى اللايك يا حبايبي وتعليق حلو ان شاء الله.